ده ترمس وجرجير، وده عسل وملوخيه، 4 اكلات بيجمعهم شيء واحد، انهم اتحرموا على الناس وقت خلافه الحاكم بامر الله اللي حكم اكبر امبراطوريه في زمانه وهو 11 سنه. صحيح دي حاجه كويسه في السي في، بس بهدلت الشعب معاه. فمثلا منع الستات تخرج الشارع بعد العشاء قبل ما يمنعهم تماما من الخروج. بعدها قبض على 13 واحد وجلدهم وزفهم. ليه؟ عشان صلوا الضحى. بعدها منع الملوخيه والجرجير وشرب الفقاع. اخواتنا بتوع بني سويف، الفقاع يعني خمر. ليه يا عم الحاكم؟ قال لك الملوخيه اكله معاويه المفضله، والحاكم كان فاطمي شيعي بيكره معاويه، وصلاه الضحى بتاعت السنه، والستات ما تخرجش كده وخلاص. ناس بتقول انه كان مجنون، وناس بتقول انه كان سياسي شاطر عايز يحسس الشعب انه في حياتهم طول الوقت. لكن باقي اللي اتحكى ما يقولش كده. مفيش سنه كانت بتعدي من غير تنكيل باي حد ينافس على السلطه، حتى الكلاب ما سلمتش منه. قتل منها عدد كبير لدرجه ان المؤرخين بيقولوا لم يبقى بالازقه والشوارع كلب كان بيعشق الاستعراض، لدرجه انه في صلاه العيد في الازهر سحب في ايده 6 افيال و5 زرافات وهو بينهم راكب على حصانه، ودخل في مره المسجد ببغلته وبعت للقاضي رساله بتبدا باسم الحاكم بدل بسم الله. غرابته خلت حتى انصاره ما استحملوهوش، لدرجه ان اخته ست الملك هي اللي دبرت قتله عشان يموت عنده 36 سنه. شاب صغير مسك سلطه اكبر منه، وزي ما بيتقال السلطه المطلقه مفسده مطلقه. قول لنا في الكومنتات مين تاني من الخلفاء قراراته كانت غريبه وتصرفاته اغرب.